نروح لأخبار الجامعات. الحقيقة النهاردة أكثر من جامعة في مصر شهدت اشتباكات وأحداث على مستويات مختلفة، بعضها لم تتعدى المسألة يعني مسيرات أو هتافات لبضع ساعات وتنفض المسيرة، والبعض الآخر تحول إلى اشتباكات بالأيدي. أولا نبتدي بجامعة اسكندرية، حصل فيها اشتباكات بين طلاب جامعة الإخوان وطلاب آخرين، وأمن الجامعة تدخل للفض بين الجانبين. لو رحنا لجامعة الزقازيق هنلاقي الوضع تفاقم بشكل أو بآخر أكثر من جامعة اسكندرية، لأنه الموضوع تطور من مسيرة نظمها عدد من الطلاب ينتموا لجماعة الإخوان المسلمين إلى الاشتباك مع مسيرة أخرى كانت لمعارضيهم داخل حرم الجامعة، وتبادلوا التراشق بالطوب والحجارة. الحقيقة المسيرة ما شهدتش فقط تبادل بالطوب والتراشق بالطوب والحجارة، لكن كان فيها أيضا محاولات لاعتداء الطلبة على بعضهم البعض باليد، والأمن أنقذ يعني بأعجوبة نجل شقيق الرئيس المعزول طالب في الفرقة الثالثة بكلية الحقوق، أنقذوه من الموت قبل أن يفتك به زملائه أثناء مشادة كلامية حدثت مع طبعا زملائه من الطلاب اللي ليهم رأي معارض، واشتعل الموقف وحصل هذا التشابك. الأمن زي ما ذكرت تدخل لاحتواء الموقف في جامعة الزقازيق زي ما حصل في جامعة اسكندرية. أيضا الأمن استطاع أن يسيطر على الموقف في جامعة حلوان، فض اشتباكات ما بين طلاب الإخوان والمستقلين بالجامعة اللي حدثت ما بينهم أيضا اعتداءات لفظية واعتداءات والتشابك بالأيدي ما بين الطلاب المؤيدين للإخوان المسلمين والطلاب اللي معارضين ليهم ومؤيدين للجيش، واستطاع في النهاية أنه يعني يفض الاشتباك ويحتوي الموقف. أما بالنسبة لجامعة الأزهر اللي احنا كنا متابعينها مع حضراتكم من بداية اليوم، والحقيقة مش النهاردة هو اليوم الوحيد، كان ده على امتداد أكتر من يوم، تحديدا النهاردة اليوم الخامس. كان في أيضا وقفة احتجاجية، وكان في تظاهرة ومحاولة حصار للمبنى الإداري ومحاولة منع الموظفين الإداريين من دخول مكاتبهم. لكن احنا في اتصال هاتفي مع أحد المسؤولين في جامعة الأزهر ذكر أنه رغم استمرار هذه الأعمال إلا أنه الجامعة ستتخذ موقف تأديبي من هؤلاء الطلاب. الدراسة لم تتعطل، العملية التعليمية مستمرة بشكل طبيعي، لكن لابد من نهاية لهذه المحاولات. فالجامعة ارتأت أنه سيكون هناك مجلس تأديب بحق الطلاب والطالبات المخالفين خلال الأسبوع المقبل في الغالب، وأكدوا أنها ستكون جادة في معاقبة الطلاب المخالفين واللي بيشتركوا في هذه المظاهرات. نروح لجامعة طنطا، كان في مسيرة لطلاب الإخوان بفرع جامعة الأزهر بطنطا، وأخرى بالمجمع الطبي بجامعة طنطا تحديدا. نظم ما يسمى طلاب ضد الانقلاب مسيرة كان فيها حوالي 100 طالب داخل المجمع العلمي بطنطا، واشتبكوا أيضا مع بعض الطلبة وتم احتواء الموقف في النهاية. يعني دي كانت جولة سريعة بين أبرز الجامعات المصرية